السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قامت السلطات القطرية بإلقاء القبض على الشاب الجزائري الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما فعله في قطر، والمعروف باسم مول الباف، والذي صنع أجواء رائعة رفقة الجالية الجزائرية في قطر، وقاموا بنشر الثقافة الجزائرية بين الأجانب، واكتسب شهرة واسعة هناك، ليتم القبض عليه بسبب شكوى تم تقديمها من طرف أحد المجهولين، والذي قال في الشكوى أن الشاب الجزائري قام بإزعاجه، وبينما هو جالس مع عائلته تقدم إليه الشاب الجزائري وقام بتشغيل الموسيقى، فانزعج المواطن الأجنبي كثيرا وتوجه إلى مركز الشرطة وقام بتقديم شكوى رسمية ضده. لكن بعد ساعة قليلة من التحقيق تم إطلاق سراحه مع إمضائه تعهد بعدم إزعاج أي مواطن خلال المونديال أو سيتم ترحيله. في نهاية الفيديو شاركونا بآرائكم في التعليقات.